قررت المحكمة بإجماع آراء أعضائها بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي نحو إعدام كل من المتهمين. قصة جريمة حقيقية من أبشع جرائم القتل التي يمكن أن تسمع عنها. عندما تستمع إلى أحداثها ستشعر بالصدمة والاندهاش، ليس لأنها مجرد جريمة قتل، بل لأن الجاني كان من أقرب الناس صلة بالدم. إنها قصة جريمة حقيقية وقعت في محافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية. بدأت أحداثها عام 2005 واستمرت حتى عام 2021. في القاهرة داخل أحد أحياء مصر القديمة كانت تسكن أسرة بسيطة مكونة من أم و4 أبناء. البنت الكبرى تدعى هناء وكان عمرها 11 سنة، تليها أختها نورة وعمرها 9 سنوات، ثم ولد يدعى محمد وعمره 5 سنوات، وأصغرهم ولد يبلغ من العمر 3 سنوات. وكانت الأم معروفة في المنطقة باسم أم محمد. كانت منفصلة عن زوجها بسبب كثرة المشاكل التي نشبت بينهما، وبعد الانفصال اضطرت إلى النزول إلى سوق العمل لتتمكن من الإنفاق على أبنائها وبيتها. كانت هناء ونورة تريان تعب أمهما وتساعدانها قدر استطاعتهما، كما كانتا مهتمتين بالدراسة بشكل جاد. أما محمد فما إن وصل إلى سن المدرسة حتى رفض التعلم من أساسه. حاولت الأم معه بالشدة واللين لتثنيه عما في رأسه وتفهمه أنه يضيع مستقبله، ولكن دون جدوى. كانت تصطحبه إلى المدرسة فينتظر حتى تغادر ثم يهرب منها، ويئست الأم منه فتركته يفعل ما يحلو له. كان محمد طفلا شقيا سيء الأسلوب في التعامل مع الجميع، دائم الصراخ، يرى نفسه رجلا رغم صغر سنه، كثير الشجار مع أبناء الجيران. ومن كثرة مشاكله بدأت والدته تبحث له عن عمل ليقضي يومه فيه ويبتعد عن افتعال المشاكل، وبالفعل وجدت له أعمالا، لكنه بسبب طباعه الفظة لم يكن يستمر في أي عمل. ومع مرور الوقت كبر محمد وكبرت معه مشاكله، وظلت الشكاوى منه مستمرة. وفي يوم من الأيام عاد محمد إلى البيت وملابسه ملطخة بالدماء. سألته أمه عما حدث فأخبرها أنه تشاجر مع أحدهم في الشارع وأصابه بجرح، والغريب أنه طلب منها ألا تغسل الملابس الملطخة بالدم، بل أخذها كما هي ووضعها داخل حقيبة وظل ينظر إليها بين الحين والآخر وهو مسرور، وكانت نظرات عينيه تدل على الفخر بما فعل. كان حين يتشاجر مع أحد ويترك فيه أثرا يفرح فرحا شديدا ويصرخ بصوت عال في الشارع قائلا أنه يحب رؤية منظر الدم. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ظهرت أنانيته في كل تصرفاته، فكان إذا علم أن مع والدته مالا يأخذه بأي حجة كي لا تعطي أخوته، رغم علمه أن أخاه الصغير يحتاج إلى مصاريف وعلاج بسبب حادثة جعلته غير قادر على الحركة. فرض محمد سيطرته على أخوته، حبسهم في البيت ومنعهم من الخروج دون إذنه، وعندما كانت الأم تسأله عن سبب ما يفعل كان يرد قائلا أنه رجل البيت وإن أخوته ليست لهم حقوق. مرت السنوات وكبرت هناء ونورة، وبدأ العرسان يتقدمون لخطبتهما. ازدادت المسؤولية على كاهل أم محمد، فعملت عملا إضافيا لتتمكن من تجهيز بناتها حتى زوجت هناء. أما محمد فنزل يبحث عن عمل، لكن لكثرة مشاكله لم يكن أحد يرضى بتشغيله. عندها قرر أن يعمل لحسابه الخاص، فاتجه إلى جمع الخردة كسريحة، ورأى أن هذا العمل سيوفر له المال الكثير. في ذلك الوقت بلغت نور 22 من عمرها، وتقدم لخطبتها أحد أقاربها يدعى محمود، وكان تاجرا كبيرا للخردة وسمعته طيبة. تمت الخطبة، وبعد فترة قصيرة تزوجا وعاشا في شقة في المنطقة نفسها التي يسكن فيها أهل نورة. ولأن محمود كان يحبها بشدة فقد كان ينفق عليها ببذخ، وعاشت معه في منتهى السعادة. لكن بعد 6 أشهر من زواجهما
بدأ أخوها محمد يفتعل المشاكل معها، إذ أراد أن يفرض سيطرته عليها حتى وهي في بيت زوجها. كان يذهب لزيارتها، فإذا وجدها مرتاحة أو واضعة مساحيق التجميل صرخ في وجهها وتشاجر معها، وأمرها بأن تغير ملابسها وترتدي عباءة سوداء. كانت نورة ترد عليه قائلا أنها أصبحت في عصمة رجل وهو الوحيد المسؤول عنها، لكن كلامها لم يكن يعجب محمدا، ومع تكرار مشاكله معها اشتكت نورة لزوجها، فحاول محمود أن يفهم محمدا أن نورة لا تزال عروسا، فأوهمه محمد بأنه سيسمع كلامه ويبتعد عنها ويتركها في حالها. بعد بضعة أيام مما حصل، كانت نورة جالسة في بيتها حين تلقت اتصالا من أخيها محمد أخبرها فيه أن والدهما يريد مقابلتهما على وجه الضرورة، وأنه سينتظرها ليذهبا إليه معا. فوافقت نورة ونزلت لتلحق به وسارت معه. وما إن وصلا عند بيت أبيهما، وقبل أن يصعد السلم أوقفها محمد فجأة وأخرج مطواطا من جيبه، ثم طعنها 15 طعنة في أماكن مختلفة من جسدها، وبعد أن فعل ذلك تركها وهرب. ظلت نورة تصرخ بأعلى صوتها، فتجمهر أهل المنطقة على صراخها، وما إن رأوا حالتها حتى اتصلوا بالشرطة. وفي غضون دقائق وصل رجال الشرطة وعاينوا حالتها، وسرعان ما نقلوها إلى مستشفى القصر العيني، وهناك تواصلوا مع أهلها وأبلغوهم بما حدث. ذهب زوجها محمود ووالدتها مسرعين إليها، وما أن وصلا حتى علم محمود من الطبيب المسؤول أن إحدى الطعنات وصلت إلى الرئة، وأن حالتها سيئة جدا. أخذت جهات التحقيق أقوال محمود والأم في محضر رسمي، وبعد بضعة أيام أفاقت نورة فأخذت أقوالها فروت كل ما حدث، وبناء على شهادتها ألقي القبض على محمد. مكثت نورة في المستشفى لمدة شهرين، وبعد فترة بدأت حالتها تتحسن، فخرجت من المستشفى. وبعد خروجها واسترداد صحتها طلبت منها والدتها أن تتنازل عن المحضر المحرر ضد أخيها، لأنها لا تقوى على رؤيته في السجن. لكن نورة رفضت وأصرت على أخذ حقها منه، ومع تدخل الأهل وضغطهم عليها وافقت في النهاية وتنازلت عن المحضر. وبعد تنازلها تشاجر معها محمود لأنه كان رافضا لتنازلها عن حقها، لكن نورة حاولت أن تشرح له أن ما فعلته كان من أجل والدتها فقط، وبصعوبة اقتنع بكلامها رغم أنه ظل متضايقا. بعد أيام خرج محمد من الحبس، لكن نورة رفضت التحدث معه وقاطعته لأنها أصبحت تخشى نظراته. في بداية عام 2021 أكرم الله نورة وحملت، فلم تسعها هي وزوجها الفرحة، إذ أن الحمل جاء بعد 2 من زواجهما. وبعد بضعة أشهر، وتحديدا بعد عيد الفطر بأيام قليلة، شعرت نورة بتعب شديد، فأخذها محمود إلى المستشفى، وبعد الكشف عليها أبلغهما الطبيب بأنها مصابة بفيروس كورونا، ونصح بأن تبقى في حجر صحي بالبيت لأن مناعتها ضعيفة، وهذا أفضل لها وللجنين حتى لا ينتقل إليها ميكروب من المستشفى. جهز لها زوجها غرفة خاصة في البيت، وأحضر لها كل ما قد تحتاجه، خصوصا جهاز التنفس. وعندما علم محمد بمرض أخته نورة طلب من والدته أن يراها، وقال إنه يتمنى أن تسامحه على ما فعله بها، لكن والدته طلبت منه أن ينتظر حتى تتحسن حالتها. وبعد شهر كامل أخبرت أم محمد ابنتها نورة بطلب أخيها، فرفضت في البداية رؤيته، لكنها وافقت في النهاية بعد ضغط من الأم، وبالفعل ذهب إليها. وما إن رآها حتى بدأ يعتذر لها قائلا إن ما حدث منه كان وسوسة شيطان لا أكثر، وإنه نادم على كل ما فعله. كانت نورة آنذاك متوترة منه، وبعد قليل غادر البيت، وما إن عاد إلى منزله حتى طلبت منه والدته ألا يذهب لرؤية أخته مرة أخرى في تلك الفترة، لأن نورة لا تزال خائفة منه، فامتثل لطلب أمه. وبعد فترة عاد محمد إلى مشاكله من جديد، وافتعل شجارا انتهى بانكسار ساقه.
نقل إلى المستشفى وأجرى عدة عمليات، وفي النهاية تضررت ساقه وأصبح يمشي مستعينا بعكاز. في ذلك الوقت كان موعد ولادة نورة قد اقترب، واشتد عليها تعب الحمل، مما جعلها غير قادرة على القيام بأعمال البيت، ولهذا أصبحت شقيقتها الكبرى هناء هي من تذهب إليها لتنظيف شقتها وتلبية طلباتها. وعاد محمد لزيارتها مرة أخرى، وكثرت زياراته لها. في يوم الخميس الموافق 2 من شهر أغسطس عام 2021 ذهبت نورة إلى الطبيب الذي كانت تتابع معه حملها، فحدد لها يوم الولادة بعد يومين فقط، واتفق معها على مكان الولادة وتكاليف المستشفى. وفي اليوم التالي عند آخر النهار ذهب محمد إلى بيت نورة، فوجد عندها أمها وأختهما هناء وابنة قريبتهما. وعندما تحدث مع نورة أخبرها أنه يريد منها طلبين: أن يذهب معه زوجها محمود لمساعدته في صفقة كبيرة، وأن تعطيه 5000 جنيه. بعد تفكير قالت له نورة إنها ستخبر زوجها محمود وترى ما سيقول، وقبل أن ينصرف أخذ من والدته 100 جنيه. وعندما عاد محمود من عمله أخبرته نورة بطلب أخيها، لكن محمود رفض قائلا إنه مشغول في عمل ضروري ولا وقت لديه، وأضاف إنه سيعطيه 1000 جنيه فقط، وذلك من أجلها هي ووالدتها. في يوم السبت الموافق 8 من شهر أغسطس من العام نفسه استيقظت نورة مبكرا مع أهلها لتجهز نفسها وتذهب إلى المستشفى، كما استيقظ محمود ونزل إلى عمله ليؤمن تكاليف ولادة زوجته. ونزلت هناء وأمها لإنهاء بعض المشاوير، وبقيت مع نورة في البيت قريبتهم منه. بعد قليل وصل محمد إلى بيت نورة وسألها إن كان محمود سيذهب معه، فأخبرته نورة إن محمودا مشغول وأنها لا تملك سوى 1000 جنيه فقط، فأعطتها المال فأخذه ومضى. بعد ذلك اتصلت نورة بوالدتها وأخبرتها بما حدث، وعند الساعة 2:30 اتصلت أم محمد بابنتها نورة لتطمئن عليها، لكنها وجدت هاتفها مغلقا. حاولت الاتصال بمنة فلم تجب أيضا، فازداد قلقها واضطرت للاتصال بجارة نورة لتطمئن، لكنها فوجئت بالجارة ترد عليها وهي تصرخ بهستيريا وتطلب منها أن تأتي فورا إلى بيت ابنتها، ثم أغلقت الخط. ذهبت أم محمد مسرعة إلى بيت ابنتها وهي لا تفهم ما يجري. تخيلت أن نورة ربما سقطت من السلم أو أصابها مكروه، لكن الصدمة الكبرى كانت حين وصلت ورأت الشرطة تحاصر المكان. سألت الواقفين عن الأمر لكن أحدا لم يجبها. صعدت مسرعة إلى الشقة، وفي البداية منعتها الشرطة من الدخول، لكنها حين عرفتهم بنفسها سمحوا لها، وما إن دخلت حتى علمت أن ابنتها قد قتلت. بعد دقائق تم نقل جثة نورة إلى المشرحة وبدأت التحقيقات. أخذت الشرطة أقوال منة لأنها كانت آخر من رآها، فروت إن محمدا بعدما أخذ المال وانصرف عاد بعد ساعة، وما إن دخل حتى أعاد لنورة 1000 جنيه قائلا إنه لم يكن هناك نصيب وإن الصفقة لم تتم. ثم سكت قليلا وظل يتلفت حوله، وبعدها قال إنه متعب ويحتاج إلى كوب شاي ومسكن، فطلبت نورة من منة أن تنزل لتحضر له دواء من الصيدلية. وبالفعل نزلت منة، وبعد قليل عادت وطرقت الباب، لكن أحدا لم يجب. نزلت مرة أخرى ووقفت أمام العمارة، فوجدت هناء أخت نورة، فحكت لها ما حدث وأن نورة لا ترد. ولأن هناء كانت معها نسخة من مفتاح شقة نورة أعطته لمنة، وقالت لها أن تسبقها وتفتح الباب ريثما تصعد هي وخالتهما. لكن أثناء صعود هناء وخالتهما سمعتا صراخ منة، وما إن وصلتا ودخلتا شقة حتى وجدتا نورة ملقاة بين السرير والدولاب غارقة في دمائها.
بناء على أقوال منة وأهل نورة صدر أمر بضبط وإحضار محمد، وفي أقل من نصف ساعة تم القبض عليه، وكان قد جهز نفسه وأدويته وملابسه استعدادا للهروب. خلال التحقيق معه قال إنه بعدما نزلت منة إلى الصيدلية قالت له نورة إنها ستدخل لتغير ملابسها حتى لا تتأخر عن المستشفى، وأخذت 1000 جنيه ودخلت غرفة النوم، فقام محمد من مكانه ودخل وراءها، وما إن رآها مشغولة بتغيير ملابسها حتى اقترب منها وفاجأها بضربة على رأسها بالعكاز الذي كان يحمله. سقطت نورة على الأرض من أثر الضربة، فأخرج محمد سكينا من جيبه وطعنها 3 طعنات في بطنها، ثم في النهاية فصل رأسها عن جسدها. وبعد أن فعل ذلك ألقى السكين على الأرض وغطى جثتها بمفرش السرير، ثم خرج مسرعا وغادر الشقة. وفي نهاية أقواله قال إنه لا يدري كيف ارتكب ذلك، وإنه نادم على ما حصل. أما الأم فقد صرحت في أقوالها إن محمدا كان معه سكين وكان يسنها منذ 3 أيام، وعندما كانت تسأله عن سبب ذلك لم يكن يجيب. بعد انتهاء التحقيقات تم تحويل محمد إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل شقيقته نورة مع سبق الإصرار والترصد. وبعد فترة من تداول القضية صدر الحكم بإعدامه. إن هذه الجريمة تعلمنا أن الطعنات حين تأتي من شخص غريب قد تهون، لكن حين تأتي الطعنة من الأخ فلا نستطيع إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنويه: هذا المحتوى يعرض بهدف التوعية والعبرة، وليس للتشهير أو الترويج لأي سلوك مرفوض دينيا أو اجتماعيا. نحن نناقش هذه القضايا لنسلط الضوء على خطورتها، وندعو إلى التفكر في عواقبها حفاظا على قيمنا ومجتمعاتنا.